سلام حبوباتي، فيديو جديد اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم القيماخ العراقي البنات اللي ما كيعرفوش كيستعملوا بزاف الاتراك والعراقيين البنات. كيجي رائع بجوج مكونات وصافي البنات. كيجي بالكريم كما كتشوفوا، هذا النوع ديال الكريم اللي استعملت انا ديال السائله والمايزينا البنات. هادشي اللي غنستعمل الصراحه البنات. كيجي زوين، يعني كيمشي مع اتاي، كيديروه في الصباح هكا في الخبز وكيديروا عليه العسل البنات. كيجي رائع، كيجي بحال شكل الجبن ولكن اللذه ديالو كتكون لذيذه البنات. كما كتشوفوا البنات هاد المايزينا اللي استعملت كما كتشوفوا هاد النوع ديال القيمه خصكم ديروا القياس. انا درت جوج ديال العلب ديال هاد النوع ديال الكريمه السائله، وكل علبه فيها جوج معالق ديال المايزينا البنات، يعني 4 ديال المعالق ديال المايزينا ونص كاس ديال الماء شويه باش نخلطو مع المايزين باش ما تكورليش. عاد ان شاء الله نضيفها مع الكريمه البنات كما كتشوفوا شويه ديال الماء، وغادي نزيد شويه البنات تكون يعني شويه جاريه كما كتشوفوا البنات. بحال هاد الطريقه كتكون يعني جاريه باش ما تكورليش، ما كتبقاش حبيبات في الكريمه. صراحه البنات صدقوني البنات كيجي زوين بزاف. كديروه في الثلاجه او تخليوه 3 ديال السوايع ولا 4 ديال السوايع، ولا عندكم لو بغيتو تخلوه حتى للصباح هذا احسن، يعني كيكون كيشبر راسو مزيان. كتقدموه هكا كديروا عليه العسل من الفوق. الصراحه البنات زوين، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. وحتى هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم، ما تنساوناش من لايك واشتراك في القناه. اللي باقي الناس اللي باقي ما دخلوش عندي كنقول لكم مرحبا بكم معكم قناه منوعه عفيفيه في بلجيكا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم القناه ديالي البسيطه المتواضعه، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. كما كتشوفوا البنات غادي نجيب واحد الطنجره غادي نضيف فيها هذا الكريم ديال السائله. صراحه هذه الكريمه البنات زوينه، يعني حتى في الكيكات كتجي زوينه بزاف رخيصه، ثمن مناسب. كتباع في ليدل، يعني بزاف ديال الاخواتات كيستعملوها. كما كتشوفوا البنات صراحه كتجي زوين هذه الوصفه. انا شفت العائله ديال الراجل في العراق وهزيتها منهم، قلت علاش حتى نتوما نشاركها معكم. صراحه كتجي زوينه وكتجي بنينه. كما كتشوفوا البنات ضفت الكريمه وضفت النشا، والبنات تكون تخلطوا مزيان، يعني تكون ما يتحيدش من البوطه. واهم حاجه تنقصوا البوطه البنات، نقصوا مزيان. وهنا البنات جبت واحد الصينيه اي حاجه عندكم اللي كتكون شويه عاليه، كنديروا هاد البلاستيكه باش تجينا ساهله باش نحيدوها. كما كتشوفوا البنات كما قلت لكم خصكم يدكم على البوطه وتنقصوا مزيان البوطه باش على راحتها. كما كتشوفوا البنات هي عقاد ليا كما الكريم ديال الباتيسري بلا سكر بلا حتى شي حاجه البنات. كتجي بنينه هكاك بلا حتى سكر. كما كتشوفوا البنات صافي غادي نحيدها من البوطه ونخليها شويه البنات تبرد، يعني ما تضيفوهاش ديريكت في البلاستيكه باش ما تجمعش. خليها شويه تبرد عاد ضيفوها البنات. كما كتشوفوا دابا غادي نخويها في هذا القالب. تقدروا ديروا البنات اي حاجه اللي عندكم، المهم تكون شويه عاليه باش كتكون شويه عاليه وصافي البنات غادي نخويها كاع في هذا البلاطو وغادي نستفها مزيان، يعني تجي نيشان في الشكل. كما كتشوفوا البنات صراحه كتجي زوينه. انا قبل كنت ما اول مره يعني انسان كيجرب شي حاجه ما مولفيش كنديروها حنايا كتجينا في شي شكل، ولكن سبقاش كيجربها كيولف كيديرها كتعجبو هذيك الحاجه، يعني سواء في الماكله سواء في بزاف ديال الحاجات. وصراحه البنات زوينه بزاف صدقوني وجربوها وردوا عليا. يعني كتمشي مع اتاي مع اي حاجه يعني الفطور. كما كتشوفوا البنات هي قصتها مزيان. ودابا غادي نجيب البلاستيكه الثانيه باش نديرها من الفوق باش ما تدخلش فيه الهواء، يعني كما كتشوفوا بحال شكل الكريم باتيسري فاش كندخلوها للثلاجه، يعني كنغطيوها مزيان بهذيك الطريقه. ونبقى هكا نخوي في البلايص باش ما تدخلش فيها الهواء، ما ديرش هذيك الفقاعات بحال هاد الطريقه البنات. يعني الصراحه سهله وجوج مكونين، يعني ما كديش المقادير بزاف وكميه ما شاء الله كتجي مزيان. كتبقى في الثلاجه يعني المده اللي بغيتوها كتحيدوها بحال شكل الزبده بحال شكل فرماج، يعني كتحيدوها وصافي البنات. انا هنا درتها في الثلاجه خليتها حتى الصباح ان شاء الله. وعندكم الوقت
تخليوها 4 ساعات 5 سوايع تقدروا ديروها. انا كتعجبني في النهار، انا نديرها النهار نخليها حتى الصباح احسن. وجات عندكم البنات، صباح الخير عليكم. كما كتشوفوا هي جبتها من الثلاجه البنات بارده متماسكه، ودابا ان شاء الله جا وقت الفطور وجيت نقطعها معكم وتشوفوا كيف كتجي البنات. الصراحه كتجي لذيذه كما كتشوفوا البنات بحال هاد الطريقه. يعني كما كتشوفوا هاد البلاستيكه ساهله كتحيد، يعني ما كتلقاش صعوبات ولا درتيها هكاك في بلاطو غادي يكون شويه صعبه. وهنا البنات غنحاول نديرها بحال شكل لولو، او تقدروا تقطعوا هكا خطوط وعاد تلويوها، لكن هكا الطريقه احسن سهله، يعني مره واحده وتقطعوها بالموس. كما كتشوفوا البنات كنحاول نطويها باش نحصل على الروب ماسكه البنات كما كتشوفوا، ونحاول هكا نطويها. يعني ما تضغطوش عليها هكا باش ما تعجنش، يعني عادي، يعني كترولوها بطريقه عاديه كما كتشوف بحال هاد الطريقه. صافي غادي نجمعها مزيان هكا ونحيد هذيك البلاستيكه. يعني كتجي ساهله البنات، كتلصقش، يعني كتبقى في نفس الشكل ديالها كما كتشوفوا البنات. غادي نحيدها من البلاستيكه ان شاء الله. عاد نقطعها كما قلت لكم البنات، يعني الفطور كيديروا هكا، كيديروا عليها العسل من الفوق يعني، او الكونفيتي، لان اكثريه كيديروا عليها العسل البنات. كتجي زوينه مع الشاي عراقي، يا سلام البنات صراحه كيجي زوين كما كتشوفوا كيف كتجي البنات. ودابا غادي نقطعها قطع اللي بغيتو البنات، يعني بغيتوهم قطع كبار صغار، يعني نتوما الراي ديالكم. وصافي البنات هنا كما كتشوفوا غادي نقطعها، نحاول نقطعها بشويه بشويه وان شاء الله تعجبكم ويعجبكم هذا الفيديو حتى هو ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا البنات صراحه كتجي زوينه، يعني كتجي شابه راسها. يعني كما قلت لكم تخليوها ليله كامله البنات احسن، يعني احسن